السلام عليكم، ان شاء الله يلقاكم لا فيديو ديال اليوم في احسن الاحوال في احسن الظروف. تكونوا فرحانين ناشطين، الله يعطيكم الرزق يا ربي ويعطيكم تيسير فيديو جديد. قبل ما نبداو لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله اللي غادي يكون فيه واحد البرومو اللي هو زوين بزاف. نقول للناس اللي اشتركوا معنا جدد في القناه شكرا لكم بزاف الانضمام ديالكم للعائله زيني بلدي، وكلمه الشكر راها قليله في حقكم. الناس اللي معنا الدار داركم. بالنسبه اختي اللي بغات تهلا في الوجه ديالها جبت لك اختي واحد مولاي لباك ديال لبان الذكر، وكنا البنات كنعرفوا المنافع ديال لبان الذكر على البشره. ها نتوما هذا الباك هذا راه كان عندنا قديم، يعني صداع عاد تحركات. بالنسبه للبنات لهذا الباك هذا اللي كتشوفوا معايا دابا راه كان غير لومبالاج اللي بدلناه. اشنو كاين في هذا الباك؟ فيه كريم كوماج البنات، وفيه ماسك، وفيه كريم كيف ما كتشوفوا بلوبان الذكر. وكلنا كنعرفوا المنافع ديال لبان الذكر على البشره البنات، اونتي غيد واونتي طاش، وكيصفي لينا البنات الوجه يعني غزال. بالنسبه للماسك ديالو والكريم كوماج كنبداو البنات بالكريم كوماج، هو الاولاني. كندير الكريم كوماج على البشره ديالي، كنخليه 3 حتى ل 4 ديال الدقائق، وكنبقى نفرك الوجه ديالي بحركات دائريه. من بعد كنغسل الوجه ديالي وكنطبق الماسك ديالي على البشره، كنخليه ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه بيد ما ينشف، وكنغسل البجين نيطويون ديالي. من بعد كندير البنات هذا الكريم هذا اللي زويون هذا. نتوما شوف اختي صغير وفيه ما يدار هذا. شوفوا نقول لكم بالنسبه لهذا الكريم هذا راه غزال بزاف البنات. بالنسبه للبنيوتات اللي عاد بديهم التجاعيد ولا بغاو يتهلاو في البشره ديالهم، فكنصحكم البنات بهذا الكريم هذا ديال لبان الذكر. هذا البنات كريم ليلي. وبالنسبه للباك راه كاملو الباك ديال لبان الذكر. ها نتوما الغزالات ديالي. شوفوا البنات بالنسبه للكريم راه كنديروه من الليل بشكل يومي. وبالنسبه للكريم كوماج والماسك ديال لبان راه كنديروهم البنات 2 ديال المرات في الاسبوع، صافي راها كافيه كتنقي لينا الوجه. وان شاء الله غادي تلاحظوا الفرق، يعني في لابو ديالكم غادي تلاحظوا البنات الفرق فيهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الا داومتوا عليهم راه غادي تلقاو عليهم ان شاء الله. بالنسبه لهذا الباك هذا راه مطلوب ليا وما تيبقاش عندنا في المحل، وكلشي كياخذوا داكشي باش درت لكم ان شاء الله اليوم واحد البرومو فيه 220 درهم شامله للتوصيل، يعني 220 درهم والتوصيل على حسابنا. اختي فين ما كنتي في المغرب راه غادي توصلي بلو باك ديالك ديال لبان الذكر. واشنو بغيتي اختي؟ مرحبا بكم البنات اللي بغات الباك ليها ولا العائله لاختها ولا الوالده ديالها، فتواصل معايا في الرقم ديال الواتساب اللي غادي نحط لكم هنايا البنات، اللي هو 0697 45 23 14. راه تنجاوبكم انا شخصيا، يعني راه ما عندي حتى شي مندوبه البنات. فهذا هو لو باك ديال لبان الذكر، ومرحبا بكم البنات. دابا غادي نحيدوا الباك ديال لبان الذكر وغادي نمشيو للباك اختي ديال التسمين. اختي يلا اختي، شكون اللي بغات تغلاض؟ انا ما حديتي جيت ندير الكريم. هانتوما والله الا ما تنسالي فين من دهن حتى تنجي للمحل، راه كيعطيكم البنات واحد الترطيب خطير لابو، وفي نفس الوقت كيعالج لكم البشره ديالكم. واش فهمتوا البنات؟ راه شي حاجه اللي زوينه، وحتى الريحه ديالته راها مقبوله البنات، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. ندير انا الكريم هذا، الكريم ديال هذا الكريم. شوفوا البنات هانتوما راه كيعطيو واحد الترطيب زوين، وسيرتو في هذا الفصل هذا البنات اللي كتنشف ليهم البشره ديالهم. فكيف ما قلت لكم البنات الباك ديالنا ديال لبان 220 درهم والتوصيل فابور في المغرب كامل. دابا اختي غادي نجيو للباك ديالنا، وغادي نجيو اختي للحسه ديال زيني بلدي، اللحسه الفلاليه اللي فيها العديد من المكونات البنات، مكونات اللي هي رائعه. وشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن القرعه قداش راها كبيره القرعه، وراه كتدي لكم خير الله. وبالنسبه للبنات لهاد اللحسه هذه راها زوينه وطبيعيه، ما فيها لا كينات ولا سيرو ولا مشتقات الكورتيزون ولا الكورتيكويد ولا حتى شي حاجه، طبيعيه. هاد اللحسه البنات صالحه الناس اللي عندهم بوم زوي، اللي قهرهم النحافه، اللي ما كيغلاضوش. راها كتفتح البنات الشهيه وكتزيد في البوا كامل، يعني بالنسبه للبنات اللي ضعافات بزاف وبغاو يزيدوا في البوا كامل اللي كياخذوا، ننصحهم انهم ياخذوا اللحسه. وبالنسبه للبنات المذاق ديالها راه ما نعاود لكمش كيفاش داير، انا غادي نحل لكم تشوفوا بعدا لا تيكستور ديالها كيفاش دايره. ها نتوما شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، مخدومه بالزيت البلديه بالعسل، وكذلك نواشف مكسرات، يعني مشتقات العسل كامل، يعني من بيناتهم بروبوليس، حبوب اللقاح، طلع النخيل. ها نتوما الغزالات ديالي شي حاجه اللي ما شاء الله تبارك الرحمن. دواء هذا راه هذه دواء، ماشي زعما غير كتزيد في الوزن وصافي.
نشوف لكم شي معلقه. راها زوينه البنات بزاف والله العظيم. الا هاد اللحسه هادي على حسابي. هانتوما شوفوا البنات، هانتوما راه كتحسوا بالتقاوت. هانت شوف، وتا ريحتها راه ما شاء الله تبارك الرحمن، شي حاجه اللي زوينه بزاف. بسم الله غزاله. شوفوا البنات، بالنسبه الطريقه ديال اللحسه بلاتي نصرف عاد نكمل معكم الهضره. راها بنينه. دقتي هذه؟ لا خصك تذوقيها البنات، راها بنينه. بالنسبه للبنات اللي ما تيقدروش ياكلوا داكشي اللي معشب بزاف، البنات هذه راها بنينه بنينه بنينه. واش فهمتوا؟ هذه راه ما تكملكش اختي 15 يوم تكملي هذه القرعه هذه وترجعي مازال تتصلي بيا. شوفوا بالنسبه للبنات يعني كاين عندنا اللحسه اللي كناخذوها من مور الوجبات، يعني البنات اللي بغاو يزيدوا في البوا ياخذوها من مور الوجبات ديال الفطور والغدا والعشاء، يعني 3 المرات عندكم في النهار. وكاينين عندنا البنات هادو لي كابسول ديال الزياده في المناطق الانثويه، يعني اللي بغات تبرز المناطق الانثويه فها نتوما الغزالات ديالو هادو راهم كبسولات طبيعيين، ما عندكمش مناش تخافوا. والحمد لله المنتوجات ديالنا كاملين راه عندهم يعني راه فاش التكنيك ديالهم، وما عندكمش البنات مناش تخافوا. ها نتوما شوفوا هادو الكبسولات ديال الزياده في الوزن صافي في ابراز المناطق الانثويه. وعندنا البنات كبسولات ديال الضعف، وكذلك كبسولات بالنسبه للناس اللي قهرهم بومزوي صافي. والبنات بالنسبه لهادو ديال ابراز المناطق الانثويه كيصلحوا فقط غير البنيتات، يعني غير البنات. وعندنا اللحسه راه عندنا منها جوج، عندنا اللحسه الخاصه بالرجال وعندنا اللحسه الخاصه بالعيالات، يعني غير باش نتفاهموا. وعندنا كذلك اللحسه الخاصه بالوليدات الصغار، يعني عندنا بزاف د الانواع ديال اللحسات. ماشي لحسه كنبيعوها لكلشي رجال عيالات لا، لانه اللحسه فيها اعشاب اللي كتبرز لنا المناطق الانثويه، وعندنا ديال الرجال اللي كنزيدوا فيها اعشاب يعني اللي صالحه للرجال. نتمنى تكونوا تفهموني. ها نتوما البنات هادو هما لي كابسول، كناخذ 3 ديال المرات في النهار وسط الماكله ولا من مور الماكله ماشي مشكل. بالنسبه لهاد البواطه البنات راه فيها 60 حبه. ونجيو اختي لهادو اللي برزطوني عليهم التحاميل بالعنبر بالماكا وبالبذور ديال اوكيبي. شوفوا راه تيجيو عندنا الناس منين ما عرفتي شحال تبارك الله ما شاء الله كانت عندهم الكوموند اللي كانت عندنا في التحاميل. راه ما نعاود لكم شو تبارك الله راه ما تيبقاوش لنا في الستوك. دابا راه وجدنا الستوك، حطينا شويه في المحل وعندنا حتى في التعاونيه. هانتوما شوف، هانتوما تبارك الله ما شاء الله، والريحه ديالهم راها خطيره. هاد التحاميل البنات شنو كيديروا لنا؟ كيحيدوا لنا البرد، كيزيدوا لنا في الجزء السفلي فقط من الجسم، يعني غير في النص التحتاني لي هونش الارداف وداكشي اللي كتبغي هادو صافي. بالنسبه يعني الروتين ديالهم راه كنعطيكم روتين في الواتساب، وما فيها بس نذكروا بعض الحويجات اللي ممكن اننا نديروهم في الفتره ديال التحامل. يعني في الفتره فاش كنكون كندير التحامل ما خصنيش البنات ناخذ الحاجه البارده، ما خصنيش نتعرى، ما خصنيش نمشي بالحفا. وكيف ما عرفتي دابا راه الجو بارد، خصني ناكل حاجه سخونه، ما نتغداش بالماء بارد، ما نعومش بالماء بارد، ما ناكلش الحاجه اللي هي بارده من الثلاجه نيشان المصران ديالي. لا البنات هادشي كله ممنوع منعا باتا. ويستحسن اختي ان كيفاش الفطره فاش ديري التحاميل تعاوني مزيان بالسوائل اختي، تشربي السوائل اللي هما دافيه، وتكثري من شرب الماء وتكثري من شرب الزريق اولا البوستر اولا البروتين كل واحد وشنو تيقول ليه. وكذلك تكثري من المشروب من الحسوات الساخنه، يعني هاد الحسوات اللي كيديروا النفسات بحال الشعير مع البلبوله ديال الشعير مع شويه حبه رشاد شويه ديال الحلبه شويه ديال السانوج بحال هكا، يعني دوك التيشات اللي كيكونوا سخانين تكثروا منهم في الفطور. يعني ما كرهوش وما كرهتوش حتى نتوما تاخذوا جوج ليفات، وحده في الصباح وحده في الليل فاش تبغيو تنعسوا. وتعاونوا كذلك بالمشروب ديال الانوثه اللي هو ديال المنقوع ديال حبه حلاوه والحلبه والنافع. راه كنعطيكم البنات كلشي في الروتين في الواتساب. هانتوما شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن التحاميل راهم كبارين ماشي تحاميل اللي هما صغارين وجدادين البنات، وشي حاجه اللي هي روعه روعه روعه. شوفوا البنات بالنسبه نعطيكم الباك يعني الباك ديال جوج ديال الحويجات، وانتم ديك الساعه كتقدروا تختاروا تبدلوا حاجه بحاجه باللي بغيتو. شوفوا الغزالات ديالي عندي اللي بغى غير المناطق الانثويه واللي بغى يبرز المؤخره والارداف، يعني الجزء السفلي من الجسم
فعليه اختي بتاع حامل، وعليه باللي كابسول ديال ابراز المناطق الانثويه. يعني هاد الجوج هادو البنات قلت لكم هاد الجويجات اختي الغزالات هادو اللي كيبرزوا لينا المناطق الانثويه، فغادي نحسبهم لكم البنات ب 420 درهم. هو التوصيل فابور البنات، التوصيل فابور يعني 420 درهم والتوصيل فابور، يعني بحال اللي كتبقى. هذا هو اللي كاين البنات. مرحبا بكم كاملين. بالنسبه للحسه، بالنسبه اللي بغى اللحسه واللي بغى يعني القويلبات، اللحسه والقويلبات 450 درهم صافي. والغزالات ديالي يلا حتى لهنا غادي نخليكم، ونتمنى لا فيديو ان شاء الله يعجبكم. اللي مازال ما مشتركاش واللي كتشوف هذا لا فيديو دخل تشترك معنا. مرحبا بك اختي في قناه زيني بلدي، ومرحبا بالجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.